السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ما كنتش هطلع اتكلم عن الموضوع ده، بس لما شيء يمس ديني، لما شيء يمس عقيدتي لازم اتكلم، لازم اقول رأيي. تعال نشوف الاول وبعد كده نتكلم. واحد سألني باحترام جدا، عايز افهم مفهومك الديني بانك ليه تعمل وشم وكده يعني. سأله باحترام، يعني هو لو سأله من غير احترام انا مش عارف يعني ايه سألني باحترام، مش فاهم. المهم، وليه بتربي كلاب وكده، وقالها بطريقه محترمه جدا. وقررت لاول مره في 15 سنه ان اطلع بصراحه على ديانتي. احنا بنؤمن بالقران وكتاب الله سبحانه. ديانته ديانته مش عقيدته. في فرق، في فرق ما بين الديانة والعقيدة. الديانة ان هو كده بيقول انا مش مسلم، معلش. يعني هو ممكن يكون خانته التعبير، بس نخلي بالنا من الألفاظ. وتعالى فقط الرسول محمد عليه الصلاه والسلام اخر نبي، فاحنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله طبعا مليون في الميه، ولكن بنؤمن بالنبي محمد ان هو رسول فقط، كانت مهنته ان هو يوصل رساله ربنا عبر الوحي. في القران وشم مش حرام، مزيكا مش حرام. الكلاب بالنسبة لنا بتجيب بركة للبيت، لأن في أهل الكهف كانوا سابعهم، وأن ربنا أصلا جاب الكلب رفقا للبني آدم في سورة الكهف. بس مش هي دي النقطة بتاعتنا خالص. مش عايز أدخل أصلا في الموضوع ده، ولكن كنت عايز الهدف من إن أنا هو بيقول إن الوشم مش حرام، تربية الكلاب مش حرام، عشان ده لم يذكر في القرآن. بيقول إن هو مؤمن بالقرآن. قال كلمة غريبة، القرآنيون. أنا الكلمة دي أول مرة أسمعها. إيه القرآنيون؟ قعدت بعد ما بحثت لقيت إن القرآنيون دولت اللي بيؤمنوا بالقرآن فقط. طب يا أستاذ، الناس سألته بقى، قالت له طب أنت بتصلي؟ قال لهم بكل خلينا نقول قال لهم بكل احترام ان هو بيصلي بالاحساس. يعني حبة اتنين، حبة تلاتة، حبة تقريبا هو بيصلي لغاية ما يوصل للفشل العضلي تقريبا. الله اعلم، مش عارف. هو دخل جيم في الدين في كل حاجة. بس انا مش كل ده اللي انا عايز اقوله. عايز اوجه الرسالة للدرة في اخر الفيديو، وعايز اكلمك انت يا صديقي. انا طلعت اتكلم عن الفيديو بسبب ان في ناس كتير بتدافع عنه. في ناس كتير بتقول لا، كابتن الدرة عنده حق، كابتن الدرة جامد، كابتن الدرة هو الصح. طب انت بتدافع عنه ليه؟ انت بتدافع عنه ليه دلوقتي؟ هو خطأ. انت ليك عقل تصنف، تحلل كده، هل الكلام اللي بيقوله ده كلام عقلاني ولا كلام مش عقلاني؟ انت لازم الاول تنتقي الاشخاص اللي بتتابعهم، لان مهما كان حتى لو بتتابع شخص كلامه بالنسبة لك مش منطقي او كلامه غلط، فمع الوقت هتتعود. واحنا زمان كان حد يسمع عن الشواذ؟ محدش كان يسمع عن الشواذ. لما كان نشوف بس واحد بس منهم، يا نهار ابيض. نشوف مشهد في فيلم، يا نهار ابيض الدنيا تتقلب. انما دلوقتي عادي، فيلم ممكن تلاقي كام لقطة كده ومحدش بيتكلم. فانتقي الناس اللي بتتعامل، الناس اللي بتتابعها قصدي. دي نقطة. ويا صديقي يا غالي، مفيش حد في الدنيا ينفع يكون قدوتك غير الرسول. انا عارف انك عارف الكلام ده والكلام الجميل اللي هو الرسول هو قدوتنا. لا 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 لا، دي بجد، دي حقيقة. ربنا خلق البني ادم مش معصوم من الخطأ. كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابين. يعني اي انسان في الدنيا بيغلط. انا بغلط، انت بتغلط، هو بيغلط، كل واحد بيغلط في حتة معينة، الا الرسول الوحيد اللي معصوم من الخطأ. فانت خد الرسول قدوة ليك في حياتك، مش بس في دينك، في حياتك. يعني شوف الرسول مثلا لما بيتعصب كان بيعمل ايه. شوف الرسول لما كان بيتحط في موقف مثلا صعب، في ضيقة، كان بيعمل ايه. ما هو الرسول عايش زينا، بني ادم زينا، ولكن معصوم من الخطأ. ورسالتي للدرة، يا درة، لو انت بتعمل كده عشان المشاهدات فده طريق غلط، ده طريق مش كويس. انت ممكن عك في اي حاجة، عك في اي حاجة في الدنيا الا الدين بالذات ما ينفعش تعك فيه. احنا كلنا هنموت، وكلنا هنتحاسب، وهنتحاسب على اللي احنا بنعمله. فانت مش حمل ان حد يقتنع بفكرك ويقلدك واخدك قدوة ويقلدك. انت هتاخد وزره، انت هتاخد وزر كل واحد قلدك في الغلط. ده غلط. لو انت قصدك المشاهدات، لو ده اعتقادك فعلا، فانت محتاج تثقف نفسك في دينك، محتاج تقرأ في الدين، محتاج تتعلم اكتر عن الدين. انت قرآني، طب انا عايزك تحفظ القرآن.
انا عارف انك مش حافظ القرآن، لان مفيش حد حافظ القرآن هيقول الكلام ده والله العظيم انا متأكد من ذلك. احفظ القرآن والله تفكيرك هيتغير، هتلاقي في ايات هتستوقفك وهتقول يا انا كنت غلطان، يا ده انا كنت جاهل قوي، يا ده انا ما كنتش عارف اي حاجة عن ديني. احفظ القرآن يحفظك. السلام عليكم.